اخدت بالك ان سماعه هواوي فري كليب 2 ما وقعتش من وداني مهما دماغي اتحركت، على عكس السماعات التانية؟ دي ابحاث علميه اعتمدت عليها هواوي عشان تصنع سماعات عمرها ما بتقع من ودانك مهما حصل. انا هفهمك. معظم السماعات بتعتمد على تجويف الودن عشان تثبت جواه، لكن ربنا خلقنا مختلفين عن بعض، وودنك مش شبه ودن حد تاني، وبالتالي مش كل تجويفات الودان تقدر تثبت جواها السماعه. عشان كده هواوي قررت تعمل حاجه مختلفه، نظام الكليب، زي المشبك اللي بيمسك في هدومك كده، بس ده مصمم عشان يثبت السماعات في ودنك بكل امان. المشكله في تصميم الكليب انك لو قفلته جامد شويه على ودنك الموضوع ممكن يكون مؤلم، ممكن ودنك توجعك، ولو سبته خفيف شويه وما قفلتوش بشكل محكم على ودنك السماعات ممكن تقع بكل سهوله. وهنا هواوي عملت اصعب حاجه بقى، ان الكليب تكون مقاسك بالظبط ومريحه في نفس الوقت. قبل ما يبتكروا الفكره دي هواوي درست اكتر من 10,000 شكل وقياس ودن في مختلف انحاء العالم، واختبرت قوه التثبيت بدقه، وده اللي وصلهم لمنطقه التوازن المثاليه للسماعه. ومن هنا اتولدت فكره السي بريدج، او السماعه اللي على شكل حرف سي. يعني السماعه السي بريدج دي مصنوعه من ماده اسمها النيتينول، ودي عباره عن سبيكه من النيكل والتيتانيوم، وده اللي بيخلي فيها ميزه رهيبه اسمها الذاكره الشكليه، يعني بتتكيف مع شكل وحجم اي ودن في العالم، واول ما تقلعها وتحطها مكانها بترجع لشكلها الطبيعي تاني سي بريدج. هواوي اشتغلت على التكنولوجي دي لمده 3 سنين عشان تضمن مقاس يناسب كل اشكال الودان المختلفه، وبوزن 5.1 جرام. هتحس انك مش لابس حاجه اصلا، وزنها اخف من الكريدت كارد يا جماعه. ثانيه، طب بالنسبه لكواليتي الصوت، هواوي مش بس قعدت سنين عشان تعمل الشكل ده، دي قعدت سنين كمان في تطوير جوده الصوت، واكتشفوا ان التصميم المفتوح للودان ده بيقدم مساحه صوت اوسع وتجربه استماع اوضح. وحتى ذكاء اصطناعي كده بقى، انت بتطلع السماعات من الكيس وتلبسها في اي ودن، وهي تلقائيا بتتعرف انت لبست انهي واحده يمين وانهي واحده شمال. يعني انت بتطلع السماعه تحطها في ودنك وهم هيظبطوا نفسهم بنفسهم. هواوي فري كليب 2 لا بتقع ابدا ولا بتحس بيها.